قط تائه في الطريق بجوار السور وتحت عش العصفور. وجدت قطا صغيرا يبكي ويموء. مددت يدي وحملت بهدوء. أخذت إلى البيت، سقيت الحليب، وبعد ذلك أخذت إلى الطبيب. قال الطبيب: القط لا يحتاج إلى الدواء، ولكن ربما يحن إلى الأصدقاء. ولكن أين أصحاب القط؟ وأين بيتهم؟ سألت الأسرة والجيران، وذهبنا إلى البستان والدكان، ولكن لم نعرف بيته في أي مكان. ولما جلست أفكر في المساء، أمسك القط صورة وأشار إلى آلة التصوير وقال: مواء مواء. فهمت وصورته وعرضت الصورة في كل مكان، وعليها اسمي وعنوان المنزل بجوار البستان والدكان. وجاء أصحابه، فرحوا وحملوه، شكروني وأخذوه.